هذا الصحابي كان درع النبي صلى الله عليه وسلم يوم مالت المعركة ورجعوا المشركين على المسلمين. المعركة محسومة للمشركين. الزبير بن العوام يسولف عن الموقف هذا ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم أشهر سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك سيفه، من أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه. يقول الزبير: فوقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أبغى يقول أنا، يقول فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه. يقول فوقفت مرة ثانية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأعرض عني. قال هذا الصحابي: وما حقه يا رسول الله؟ حقه ألا تقتل به مسلما ولا تفر به من كافر، ولك سيفي. فقال هذا الصحابي: أنا لها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ. وأعطاه. مسك سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في سترته زي العصابة، فطلعها زي الربطة كذا الحمراء وربطها على راسه، وقام يمشي بين صفوف المسلمين يتمخطر ويتبختر ويتكبر في مشيته ويمشي ان السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت: انها مشية يبغضها الله ورسوله الا في مثل هذه المواطن. أول ما شافوه الأنصار أخرج العصابة وربطها على رأسه، قالوا الأنصار: أخرج عصابة الموت، وأطلق عليه لقب عصابة الموت من العصابة اللي يربطها على رأسه في المعارك. أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على صفوف المشركين ما بقى منهم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أعطاه عرف من يعطي. تخيل الزبير بن عوام جالس يتابع ويشوف إنه ليش النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عني وأنا ابن عمته صفية. شاف الزبير بن العوام الموقف هذا والصحابي كيف جالس يؤدي في المعركة ويستبسل وأعدل كفة المعركة. قال الزبير بن العوام: الله ورسوله أعلم. معركة أحد كان المشركين عندهم قسم من الجيش من النساء عشان يحمسونهم ويعطونهم من الكلام وكذا. تخيل أن هذا الصحابي قتل في المشركين إلين، طبعا ما يوصل لهم أحد إلا بعد ما يعني يعتبرونهم في مؤخرة الجيش، إلين ما وصل إلى قائدة نسوة جيش المشركين. من كانت؟ هند بنت عتبة. فرفع عليها السيف، ما شافها، كانت متلثمة، فصاحت فعرف أنها امرأة فتأخر ومالت الكفة للمشركين. فلما شاف هذا الصحابي الوضع أصبح ما هو تحت السيطرة، رجع إلى وين؟ على طول راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح هو الترس وهو الدرع الحامي للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، وهو واقف أمام السيوف وأمام السهام وجلسة الرمي عليه، وهو واقف وثابت ثبات الجبل. في معركة اليمامة استشهد هذا الصحابي، لكن قبل استشهاده حصل له موقف بطولي يا جماعة الخير. راحوا الصحابة يقاتلون من؟ بني حنيفة. بني حنيفة كانوا متحصرين في منطقتهم أو في قريتهم، وكانوا مقفلين بيبانهم. الصحابة لا قدروا يدخلون ولا قدروا يتسلقوا. قال الصحابي هذا: ارموني داخل بينهم وأنا بتصرف. ربط العصابة حقتها الحمراء وأخذوها الصحابة في زي المنجنيق هذا اللي يحطون فيه الحجر زمان، والله يركبون عليه هذا الصحابي إلين ما دخل وسطهم. يوم طاح، أول ما طاح على رجله فانكسرت رجله كسر واضح، لكن مع كسر رجله يا أخي إيش من قوة إيمان وإيش من قوة بأس وإيش من قوة جأش عندهم. راح على طول على بوابة اللي هم مقفلينها، فقتل كل اللي على البوابة، وعلى آخر لحظة فك الباب. يوم انفك الباب المسلمين كانوا عند الباب، دخل المسلمين إلى بني حنيفة، وكان السبب بعد الله سبحانه وتعالى على هذا الصحابي سماك ابن أوس ابن خرشة الأنصاري أبو دجانة.